السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هعمل معاكم كبات الفادج القمر دي. هنعمل مع بعض الكيكه وهنعمل كل الخطوات بطريقه سهله جدا. بس قبل ما نبدا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحتاج اول حاجه معايا 4 بيضات ويكونوا بدرجه حراره المطبخ. هننزل عليهم بحوالي معلقه صغيره من الفانيليا السايله او ممكن تستخدموا بودر، ونزلت عليهم كمان بكوبايه الا ربع سكر. هنضربهم بقى كويس جدا مع بعض، وبعدين هنضيف عليهم معلقه خل. نضربهم بقى كويس جدا لحد كده ما خليط البيض والسكر يعمل فوم زي ما انتوا شايفينه. بعدين هنضيف بقى المكونات الجافة. انا ضفت كوباية ونص من الدقيق، وهنضيف عليهم ربع كوباية من الكاكاو الخام، حوالي 3 معالق كبار مليانين، ومعلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة كده طرف المعلقة بيكنج صودا. ونخلت كده المكونات كلها مع بعض. هتحسوا كده ان القوام لسه تقيل معاكم علشان احنا لسه مضفناش السوائل، بس قلبوا علشان تتأكدوا ان الدقيق اختلط مع البيض. هضيف بقى معايا هنا تلت كوباية مية مغلية عليها تلت كوباية زيت، ضفتهم مع بعض، وهننزل بقى بيهم على الخليط اللي هو الدقيق والكاكاو والبيض والسكر، ونقلب كده كله مع بعض. تمام كده، ده القوام اللي انا عايزاه. انا استخدمت بقى المقدار ده، هنزل بيه في صاج مقاس 30 في 40 علشان انا هعمل منه كبات، فانا عايزه تكون الطبقه تكون رفيعه مش سميكه. لو حابينها بقى تكون كيكة فاج، يبقى تستخدموا بقى مقاس صينية أصغر من الصاج ده، تستخدموا ممكن الصينية الوسط المستطيلة، هتبقى معاكم كويسة جدا. ودخلتها الفرن رف وسط، أخدت معايا ربع ساعة، مش بتاخد وقت كتير في التسوية علشان طبعا هي سمكها رفيع، فمش بتاخد وقت كتير في التسوية. بالظبط 15 دقيقة وطلعتها وغطيتها، وزي ما انتوا شايفينها ما شاء الله تحفة. والكيكة خفيفة جدا وطرية وهشة، وطبعا التسوية على أقل درجة حرارة زيها زي تسوية الكيك. استخدمت بقى قوالب الكيك دي او قوالب الفاج او الديسباسيتو، الواحدة تقريبا سعرها 4 جنيه. باخد كده بقى مقاس الكيكة على نفس مقاس الكبات، وبقطع كده كله بنفس المقاس. كيكة الفاج طبعا تعتبر كيكة دسمة شوية علشان برضو نسبة الكاكاو بتكون فيها زيادة شوية، بس بتكون خفيفة وطعمها بجد بيبقى روعة. خلاص كده انا وزعت الكيكة في القوالب، وحضرت كده التشريبة اللي هنسقي بيها كيكة الفاج. ممكن تستخدموا مية عليها معلقة نوتيلا، ممكن لبن ونوتيلا، ممكن شربات خفيف، يعني اللي يعجبكم المتوفر عندكم. حضرت طبعا الكريم شانتيه. انا ما صورتهاش معاكم، هو يعني ليها فيديو مخصوص على القناه لو حد حابب يرجع ليه. استخدمت كوبايه وربع من الكريم شانتيه الخام، عليها ربع كوبايه سكر بودر، عليهم كوبايه وربع من الميه المتلجه. ضربتهم كويس جدا مع بعض لحد ما القوام بقى متماسك. حبيت طبعا الكريمه يكون طعمها كده فيها طعم الشوكولاته، فضفت لها معلقتين كبار من النوتيلا اللي هي سما، بديل النوتيلا الاصليه. خلاص كده وزعت الكريم شانتيه بتاعتي في القوالب كلها، وهنسويها كده بسكرابر. ندخلها التلاجة شوية لحد ما نحضر بقى الجناش. الجناش بقى انا حضرته ازاي. دول 200 جرام من الشوكولاتة الخام، انا سيحتهم وضفت لهم معلقتين كبار من الزيت، وبعدين هضيف لهم حوالي 80 جرام كده من المية. المية طبعا تكون مية مغلية، يعني حوالي تلت كوباية مية. خلي بالكوا طبعا من مقدار المية علشان ما يبقاش الجناش معاكوا خفيف. حضرت كمان معايا 3 معالق كبار من النوتيلا، خففتهم بمعلقة زيت كبيرة علشان انا هعمل اشكال كده بالجناش واشكال بالنوتيلا. يعني التزيين واللمسة الأخيرة كل واحد يعني طبعا وذوقه براحتكم. أنا حبيت أديكوا أفكار، ولو حابين يعني تعملوا زيها، بس هي بيبقى الشكل النهائي حلو، وهتشوفوه دلوقتي هيعجبكم. خلاص كده أنا قسمتها الجزء من فوق كده نص نوتيلا، والجزء من تحت نص نوتيلا، والعكس النص التاني جناش شوكولاتة. هعملها كده بزجزاج بالسكينة أو بعود خشبي أو عصيان شيش طاووق، هتدي شكل حلو، هتشوفوه دلوقتي. خلاص كده أنا وزعت بقى الجناش والنوتيلا في القوالب كلها. والتزيين النهائي يعني انا حبيت ازين بالكاندي توت الاحمر وبسكوت الكونو،
وعملت كمان اشكال من الشوكولاته الخام، اشكال ورده، وزعت كريسبيات ابيض وبني، ووزعت كمان سبرينكل قلوب. الشكل كان في الاخر حلو جدا، هتشوفوه دلوقتي. خلاص كده، وده الشكل النهائي لكبات الفادي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.